علاش الشباب هربوا من الزواج؟ ثاني هنايا في شي شهر كنت مريح في واحد القهوه، بات لي واحد الدري دايزه جابها كانت في الجنب، مشيت عندها قصتني شاد، قالت السلام عليكم، السلام كي دايره اختي بخير؟ قالت لي لاباس. قلت لها انا بغيت نهضر معاك، قالت لي مرحبا. قلت لها انا ناول معقول ما بغيتش نتصاحب. ودخلنا عليك بالله، واش واحد ناوي الحلال ناوي المعقول وبغى يتزوج وراه يتمشى هكا في الشارع، دازت عليه وحده ومشى قصدها قال لها بغيت معاك الحلال، نظركم هذا الزواج غادي ينجح؟ واش كيحسب لكم بانه اي بنت راها صالحه للزواج؟ واش حسب لكم بان اي بنت راها صالحه للحلال؟ راه بنادم كيقلب وكيبحث وكيدي يشوف شكون هاد البنت ويدير عليها بحث كبير وما كيتسلكش، في التالي في الاخر راه كيطلق والزواج كيفشل. فما بالك بان الواحد يكون يتمشى بحال هكا دوز عليه شي وحده ويقول باغيها للحلال؟ هذه هضره خاويه ما كايناش. انا ناول معقول. قالت لي مرحبا، قلت لها ملي قصتيني نجي مرحبا بك، وعطيتها التليفون ديالي لغايه اللي اتصلت بيا. جيت عندها، مشينا انا وياها لواحد القهوه محترمه ريحنا. قالت لي فين كتسكن؟ كاين جوج ديال النقاط غلط في هذه الواقعه هذه. النقطه الاولى هي ان البنت عطاتك الوقت وعطاتك النمره ديالها، واخا تقول لها الحلال نورمالمون الا كانت بنت الناس وبنت الحلال ما تعطيكش النمره ديالها، وهي اول مره وقفت عليها وما كتعرفكش وتعطيك النمره ديالها. ثاني حاجه انها جلسات معك في قهوه، جلست البنت معك في قهوه انت ما كتعرفش واول مره تلاقات بك وتجلس معك في قهوه. البنت الناس اللي صالحه للزواج الا وقفت عليها تقول لك خويا اجي لدارنا، ما تقول تعطيك لا نمره لا قهوه. يعني القصه ديال هذا السيد من البدايه فيها بزاف ديال المغالطات، فيها بزاف ديال الحوايج غلط، من كتبدا بالغلط كتسالي بالغلط. قلت لها ساكن انا والوالده والحمد لله، انا الحمد لله خدام بخير. اش قالت لي؟ وسمعوا اخوتي المغاربه، قالت لي واش امك باقا عايشه؟ عرفتي ملي قالتها لي تصدمت انا، قلت لها كيفاش امك باقا عايشه؟ حتى ما فهمتش انا. واسمح لي خويا ما متفقش معك، ما خصكش تصدم عادي. انا متوقعها، انا من البدايه فاش بديت كتعاود القصه عرفت بانها غادي تصدمك في شي هضره، ماشي غير تصدمك، هذا الشيء راه جاري به العمل، حاجه عاديه. كيفاش انت البنت غير دايزه عليك وقلت لها الحلال، هي دايزه من حداك وقلت لها الحلال ونويت معها الزواج، بطبيعه الحال غادي تقول لك امك واش عايشه ولا ميته. بطبيعه الحال راه بنت الناس بنت الدار، هي اللي كتعامل مع الوالده ديالك بحال الوالده ديالها، ما كديرش الفرق بيناتهم. اما بحال وحده غير دايزه معاك ووقفت وعطاتك الوقت وعطاتك النمره وجلست معاك تبقى منها اي حاجه. كيفاش امك باقا عايشه؟ حتى ما فهمتش انا. قالت لي واش امك ساكنه معاك في الدار؟ قلت لها قلت لها الوالده ساكنه معايا في الدار. قلت لها كاين انا وياه خواتاتي مزوجين، حتى واحد ما ساكنش معانا، لكن انا وياه في الدار. وقلت لها السكنه راه كاينه والحمد لله خدام. وهذه باينه طامعه، بغات واحد السيد يكون مقطوع من الشجره، ما عنده لا خواتاتو لا خوتو لا باه لا مو، باش تستولي عليه ودير فيه ما بغات. وهادو ماشي في عيل بنات الناس، وحاجه عاديه يعني توقعها منه.